والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسم جمال محمد مصطفى الجوهري، باحث شؤون عاملين بالتربية والتعليم بالمنوفية. طبعا كل الناس اللي اتكلمت على الاساليب التعذيب اللي اتعذبتها لانها عاشوا الحاجات دي. لكن احنا طبعا اتولدنا ما لقناش ابونا ده كان بيقضي خدمة عسكرية، جندي مجند بيقضي خدمة عسكرية. طبعا والدتي كانت في مستشفى بتوضعني، بتولد انا لسه، ووالدي راح سافر ما شافنيش ولا انا شفته. وكان ايامها جمال عبد الناصر فسمتني جمال، والدتي سمتني جمال. والدي ما شافنيش وراح، وطبعا ما جاش تاني. فبعتوا لوالدتي خطاب، قالوا لوالدتي ان ده مفقود عمليات عسكريه، وصرفوا لها معاه 7 جنيه يمن. كان خالي عبد الحميد عوض اللي هو مربيني بدل والدي، لان والدتي اما وضعتني في المستشفى بدل ما ترجع على بيت جثه في بلد اسمها بركه السبع، رجعت على مليج بيت والدتها واخوها الوحيد اللي ربانا انا اللي هو خالي. فطبعا رباني وانا ما شفتش والدي، وكان معاش والدي كان 7 جنيه. كان بيجي منشيه البكري خالي عبد الحميد ده عشان ياخدهم ويصرف عليا. وطبعا والدتي خلتها عند والدتها، واتعرض عليها عمامي كلها ال5 على اساس انها تتجوزهم بدل والدي. فوالدتي رفضت وخلتها قاعده عند امها عشان تربيهم، وانا ما شفتوش ولا هو شافني. طبعا ال7 جنيه ما يعملوش حاجه. طبعا من وانا في سنه 6 ابتدائي اشتغل في الفاعل ورا البنا ورا المغفئاتي مع الطبليه بتوع الخرسانه عشان اقدر اعيش واحوش طول السنه عشان اقدر اصرف. والدتي تاخد ال7 جنيه ما يكفوش، اخويا يساعدها. امها كانت لا مؤاخذه بتبيع مطار تتجول في الاسواق عشان تساعد بنتها، وخدتها من ال5 اللي هم اخوات الشهيد اللي عايز واحد فيهم ياخدها. وتربيت. وطبعا اساليب التعذيب بقى الله اعلم هو شافها ازاي. بعد 4 سنين حسبوه شهيد وبعتوا لنا شهاده الاستشهاد. وطبعا نموذج 51 ودي شهاده الاستشهاد بتاع جامع وزير الحربيه، ودي بطاقه والدتي. بس اللي انا عايز اتكلم فيه دلوقتي اللي هو بمناسبه الاستاذ وحيد بيقول ان تخاذل الدوله عن اسر الشهداء والشهداء. انا حاصل على بكالوريوس علوم زراعيه دفعه 89، وقبل البكالوريوس قدمت في كليه الشرطه سنه 84، وابن شهيد ولم اقبل. وصلت لكشف الهيئه وتم قبول ضباط زمايلي وما زالوا موجودين في البحث الجنائي، وبلاش ذكر اسمائهم، دفعوا فلوس ايامها وقبلوا في كليه الشرطه. وانا ابن شهيد، وامي ربطني وهي بتشتغل في مصنع الكتان وتشيل على دماغها، ومصنع البرتقال وتشيل على دماغها، واخويا يساعدها، وانا اشتغل ورا البنا ورا المغفئات. وبعد ده كله كليه الشرطه رفضتني في كشف الهيئه وسقطت. والباقي اللي دفع 500 جنيه يميها دخلوا كليه الشرطه ودلوقتي ضباط في البحث الجنائي. ده اول حاجه، تخاذل الدوله عن ابناء الشهداء. بعد ما رفضوني كليه الشرطه دخلت كليه الزراعه وخلصت كليه الزراعه. رحت التنظيم اللي ضرب القوات المسلحه عشان يعينوني على اساس ابن وحيد لشهيد ما تمش تعيين. والدتي راحت معايا عشان تقدم على حج، قالوا لها طيب وما حجوهاش. ربنا كرمني بزوجتي مدرسه لغه انجليزيه، سافرت السعوديه، سافرت معاها مرافق. هو ده طوق النجاه ليا. قعدت 10 سنين في السعوديه لما الدوله تخاذلت عن اي حاجه ليا. اشتغلت انا وزوجتي اشتغلت وجبنا قرشين، كل اولادي مولودين في السعوديه. وجيت هنا عشان اشتغل. طبعا برضو ما فيش شغل، ففتحت مشروع على قد كده اكل منه عيش. وزوجتي رجعت لمدرستها وانا قاعد في المحل. ويشاء يعني ربنا عشان يجيب لي حق برضو من الدوله، جالي انسداد في الشريان التاجي، وجالي تصلب في الشرايين، وعملت عمليات قسطره، وركبت دعامات. وللاسف الشديد برضه ركب لي دعامات عاديه، وحاليا معايا جواب عشان اركب دعامات ذكيه، لانه كان عاملها لنا على نفقه الدوله. تخاذلوا برضه ان هم يركبوا له دعامات غاليه، واخد بال. ده التقصير من الحكومه، مش في الشهيد، في ابن الشهيد واللي جابوا الشهيد، واخد بال حضرتك يا استاذ وحيد. فطبعا لما ركبت الدعامات ديت طلع لي شهاده اعاقه ان انا معاق. الشهاده ديت هي اللي عينتني وانا سني 49 سنه، لسه متعين بقالي 8 شهور في التربيه والتعليم، باحث شؤون عاملين. وانا واخد بكالوريوس علوم زراعيه دفعه 89، ولسه متعين بقالي 9 اشهر. واللي عينتني شهاده الاعاقه، مش ابن شهيد، وانا ابن وحيد لشهيد. اما حته هو شاف وتعذب الله اعلم، هم الاخوه حكوه. وهو مات، وبعد 4 سنين من فقده اتحسب شهيد، وما زالت والدتي موجوده، وربنا غنانا من فضله.
ولكن اللي احب اقوله بس ان الدوله مقصره في حق الشهيد سواء حي او ميت. والدوله مقصره في ابن الشهيد الوحيد، لا كليه الشرطه اتقبل فيها ولا تم تعيينه. واخد بالك؟ ورحت السعوديه اشتغلت سواق تاكسي، واشتغلت اقل طعميه لمدارس، وداوم ببنات وداوم بصبيان، وشفت طفحت الكوته في السعوديه وطفحت الكوته في البلد من وانا عندي 6 سنين باليوميه 2 جنيه وربع، ورا بالنا ورا مغفئات، وامي تشيل على دماغها في مصنع التتان ومصنع البرتقال. ولما كبرت وخدت الثانويه العامه واقدم في كليه الشرطه خدوا اللي دفع 500 جنيه، اما ما خدونيش انا. ولما خدت البكالوريوس ما عينونيش، عينوني وانا عندي 49 سنه بشهاده الاعاقه. بقالي 8 شهور متعين. بالله عليك اما انا عندي 49 سنه هاخده في الحكومه 11 سنه، عندي 6 اولاد، واخد بال حضرتك؟ واحده في كليه تجاره انجليزي والثانيه في ثانويه عامه واعدادي وثانوي. البنت لوحدها في الثانويه العامه بتاخد دروس فيما لا يقل عن 1800 جنيه، كليه التجاره الانجليزي بنت بتاخد 10000 جنيه اشتراك سنوي. فلوس السعوديه اللي عملناها في 10 سنوات انا وزوجتي خلاص بدات تنتهي. طبعا عينوني باخد 915 جنيه. تخيل بقى 915 جنيه وراتب زوجتي 1500 جنيه يعيشوا اسره ارمله الشهيد واني، واخد بالك؟ فطبعا لقيت الموضوع كده مش نافع، فقمت جاي مقدم للقوات المسلحه اشارك والدتي في المعاش. وفعلا تم صرف المعاش ليا اللي مقطوع بقاله 24 سنه من سنه تخرجي. وكان المعاش 1177 جنيه. وكل سنه ماسك قلب بايدي لان بعترض على الكومسيون يقطعوا المعاش مني. لو قطعوا المعاش مني اللي انا باخده بكمل بوع الراتب ده، اعيش الاولاد من هنا. هرجع اسافر تاني وانا عمري 50 سنه اسافر تاني؟ وانا مركب دعامات في الشريان التاجي؟ بالله عليك قول لي يعني الناس كلها حكت على العذاب اللي شافه الاسرى. ابويا شاف العذاب في الاسرى واستشهد، اتفقد، وبعد ما اتفقد 4 سنين مات. طبع ابنه اللي موجود اسرته مفيش اي رعايه من الدوله في اي حاجه. بنينا نفسنا من 7 جنيه يا استاذ وحيد لغايه دلوقتي الدوله ما بتعملش معانا اي حاجه. ويوم ما صرفوا لي معاش لما بقى اعاقه وعينوني باخد 915 جنيه والمعاش 1177 ويجدد بكونسولته بكل سنتين. كل ما يجي ميعاده امسك قلب بايده الاقي يقطعوه. بس ده اللي اقدر اقوله. اما حته اساليب التعذيب والكلام ده ابويا شافه بقى الله اعلم به. اتفقد وبعد الفقد ب4 سنوات اتحسب شهيد. وشكرا.